الشباب. أيها السادة الكرام، نحن على موعد مع الإثارة والحماس، حوار جديد من حوارات الشطار، حوارات الكبار، في حوار صريح وسريع ممتع وشيق. نتوقع أن يكون كبير الغربية طنطا وكبير البحيرة دمنهور. نتمناها مباراة سريعة وممتعة ترضي كل الأذواق، ترضي كل المتطلعين المتابعين المشتاقين لكرة قدم ممتعة ومثيرة. عموما اشهد يا زمان، اشهد يا مكان، من سيفوز من سينتصر؟ هل طنطا ابناء السيد البدوي ام دمنهور غزلان بحري؟ مواجهه صريحه النهارده، قياده تحكيميه الكابتن محمود البنا الحكم الدولي، بعون مساعد اول احمد حسام الحكم الدولي، مساعد تاني محمد عزازي، رابع عمرو عياد، مراقب لجنه الحكام الكابتن سامي الطحان، مراقب لجنه المسابقات الكابتن محمد السكران والكابتن عيد احمد. على بركه الله وبسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بدايه اللقاء وبدايه المباراه بين الاثنين العمالقه، اول المجموعه الخامسه بالدوري الممتاز ب واول المجموعه السادسه هنا استاد طنطا. اشهد يا زمان، اشهد يا مكان. النهارده التشكيل: فريق طنطا اللي بالزي الاصفر تملي المخطط بالازرق، محمد شريف، محمد العشري، سليمان عبد ربه، هاني عادل، جلال العوده، مصطفى امين، حسين حلمي، حسام فتحي، محمد خفاجي، محمد جابر، محمد جوده. بينما فريق دمنهور النهارده الوافد على طنطا: احمد الشحات، احمد سالم، احمد صابر، احمد ناصف، محمد بدر عامر، سعد السعيد، محمود معاذ، وليد الحوصري، وجيه عبد الحكيم، ومحمد نصر. على بركة الله هنبدأ المشوار. كل الأعصاب النهاردة، الفريق الأكثر امتلاكا للأعصاب جاهز ومذاكر أكتر يكون له الغلبة النهاردة في هذا اللقاء وهذا الحوار. بدأنا وبدأ اللقاء على يمين المقصورة أو على يمين الشاشة كده بالزي الأزرق الفريق البحراوي دمنهور، وعلى شمال يعني المقصورة فريق طنطا صاحب الملعب والارض النهارده بالزي الاصفر. وعلى بركه الله هنبدا. محمد خفاجي اللاعب اليساري صاحب اليساريه الذهبيه على طول تملي يعني في التشكيله الاساسيه، بيعول عليه كثيرا الكابتن خالد عيد اللي واحد من نجوم طبعا الغربيه ومنتخب مصر. الكابتن خالد عيد النهارده يعني كده على طول خفاجة عرض ووبا وضربة راس ولكن بره، ضربة راس ولكن بره. اولى اللقطات واولى يعني اللمسات كده كان صعد فريق طنطا طبعا كاول المجموعة الخامسة بلا يعني بجدارة ويعني باستباتة. كان من بداية الموسم بادئ الحوار وبادئ الكلام بنكهه وشكل تاني وطعم تاني مع الكابتن خالد عيد منذ الموسم الماضي. الكابتن خالد عيد يعني بيعزف احلى الالحان من الموسم الماضي مع فريق طنطا. الفريق طنطا النهارده يعني يقدم كرة حلوه ويقدم حاجه جميله لنجومهم لجماهير الغربيه ولا البحيره العاب دمنهور يرجع سريعا ويعود سريعا للدوري الممتاز. عموما كل الخيارات موجوده لكلا الفريقين، سواء فريق طنطا او فريق دمنهور. صعب تتكهن بهذه النتيجه وبهذا اللقاء. بدانا الحوار والكلام. احمد صابر اماميه على طول توصل لرقم 11 وليد الحصر، عرضيه يشيلها على طول يعني محمد العشري، ترد الكرة الثاني في الشمال لمحمد بدر يلعبها امامية يقطعها 30 مصطفى امين، تاني توصل ل 13 سعد السعيد يفتح في اليمين، والانطلاقة من وليد الحوصر عرضية ولكن في الدفاعية توصل تاني سعد السعيد يصوب ولكن غابة من الثقات. بقول لك النهارده خلصت الكلام ولابد النهارده الكلام على يبقى على ميه بيضة، مفيش كلام. محمود معاذ وسعد السعيد على طول لاحمد صابر في اليمين يوزع على طول لكابتن تيم دمنهور يتقدم في الامام وليد الحوصري والعرضيه ولكن بعيد تطلع بره، بعيد تطلع بره. فرسان او نسور دمنهور في مواجهه ابناء السيد البدوي. لمن تكون الغلبه اليوم؟ هل طنطا النهارده تعلي الكلام وتعلي الاهات وتفوز وتنتصر ونستنى مع يعني موعد مباراة التحدي الثانية اولى لقاءات الترقي؟ طبعا كان معانا 6 يعني مجموعات افرزوا يعني 6 ابطال لل6 مجموعات. الاسيوطي
سبورت، وهيلاعب النصر للتعدين ايضا هذا اللقاء في نفس التوقيت. يعني على الصاعد مباراة يبقى فيها ذهاب واياب بمجموع اللقاءين، يطلع 3 فرسان حاجزين مقاعد ذهبية، مقاعد يعني من ذهب في الدوري الممتاز وسط الاكابر، والعودة الحميدة للدوري الممتاز. طنطا بيبحث من زمان على العودة مجددا وسط الاكابر، ودمنهور لسه نازل هذا الموسم من الدوري الممتاز. الموسم الماضي كان صعد ويعني موسم وحيد، وعاد مرة اخرى يعني دوري المظالم او الدوري الممتاز به. ولكن الحوار النهاردة فعال ومجهود كبير جدا. الباك الشمال محمد بدر عامر او محمد عامر يلعبها امامية على طول للاعب، ولكن الكرة تطلع ضربة ركنية لصالح دمنهور اللي بيلعب بالزي الازرق. دمنهور طبعا ممثل محافظة البحيرة بكل قوة النهاردة بيدخل هذا اللقاء في صراع على بطاقة التأهل في مباراة الذهاب. ضربة ركنية لفريق دمنهور على طول هاني عادل، توصل مصطفى امين لهاني عادل، بيركز فريق طنطا من الجانب الايمن، وعلى طول احمد صابر عنوان دفاعي مفيش كلام، ترجع لهاني عادل، ولكن احمد ناصف واحمد صابر في الدفاعيه المستميته يخلصها جابر وعاوز يعمل عرضيه، ينجح وياخد ضربه ركنيه بيشير بها حكمنا احمد حسام طه الحكم الدولي منطقه القاهره. مباراه مهمه جدا ومثيره جدا. طبعا طنطا ملك الغربيه ودمنهور ممثل محافظه البحيره، الكل يمني النفس بلقاء طيب ويمني النفس بنتيجة ايجابية. على طول خفاجة على من يابا عدت الكرة ومرت، ولكن احمد صابر في النهاية الى ضربة ركنية. الكرة بتعدي بتقول انا ملككم فين مهاجمين طنطا، ولكن تعدي تلاقي احمد صابر يقول لها يلا على الضربة ركنية. تتعدد الركنيات لطنطا، يعني الدوامات الطنطاوية هل تشتغل عن طريق محمد خفاجي واليسارية الذهبية، هل هتكون معدية خفاجي اوبا ضربة راس يا سيدي، خفاجة كمان وكمان مرة ورا التانية وضربة ركنية، ولكن في النهاية ضربة راس تفتقد التوجيه، تطلع الكرة الى ضربة مرمى. احمد الشحات حارس مرمى دمنهور يهدي الملعب في هذه اللقطة. نوصل للدقيقة 17 من الشوط الأول. محمد نصر من أعلى نقطة، توصل تاني هاني عادل، أمير الجهة اليمنى يا ولد يا جابر يخلصها الأمين، أمين يلعبها أمامية لمحمد جودة ومين يكسب ناصف في التغطية المثالية على طول. العودة توصل الكرة للفريق البحراوي اللي بيحاول كده، ولكن جلال العودة في التغطية المثالية. تاني اسلام عاوز يعمل عرضية، ولكن في النهاية الكرة تصل هجمة مرتدة حسام فتحي، ولكن ينقض على طول احمد سالم كابتن التيم تيم دمنهور. ضربة حرة مباشرة لدمنهور. طبعا يعني في اكثر من تسبيح يغطي كل التغطية الاعلامية للست مجموعات. طبعا معانا طبعا ملعب البلد دكتور ايهاب الكومي، اصل الكورة كابتن محمد باهي، على طول احمد سالم، وكرة بلدنا كابتن عبد الناصر زيدان. طبعا كمان استاد الحدث كابتن عزت عبد القادر. بنشكر كل مذيعينا وكل البرامج اللي بتغطي طبعا دائما، والدلتا قناة الدلتا وقناة الاسكندرية دائما بيغطوا كل الاحداث وبينورونا بكل الاحداث وكل التغطية المثالية
طبعا في الدوري الممتاز به لإظهار هؤلاء النجوم لأنهم كنوز الدوري الممتاز به، في نجوم وكنوز كبيرة جدا تستحق إلقاء الضوء عليها بكل تأكيد. نشكر الدكتور إيهاب الكومي، نشكر طبعا كل يعني مذيعينا وكل المهتمين بكرة القدم بالممتاز به. هاني عادل على طول عرضية مستنية حسام فتحي، ولكن تعدي الكرة توصل تاني لجلال العودة اللي بيحاول يفتح جبنارية مع حسام فتحي. حسام فتحي عاوز يعمل عرضية، يرجع على طول لحسين حلمي. حسين حلمي لمصطفى امين لخفاجة بيدور على طاقة نور وضربة حرة مباشرة. هو محمد خفاجة يعني مسجل في الشهر العقاري يعني الكروي. محمد خفاجة عنده يسارية ما بتخيبش. هل يمتلك الآهات النهارده خفاجة؟ الكرة تقول له شبيك لبيك يا خفاجة انا ملكك وتحت رجليك وديني مطرح ما توديني زي ما بتقول له دايما، ولا الحارس احمد الشحات سيكون بالمرصاد؟ عموما خفاجة يعني قال لي امبارح انا صليت كل الصلوات اديت كل التحيات واسجل النهارده، هو قال لي ولكن خفاجة على التنفيذ وعلى التصويب. خفاجة عنده 5 اهداف. هل هتكون زيارة ستة ولا نقول للكرة الله عليكي خفاجة هوبا؟ ولكن الحائط فولاذي يا حبيبي، الحائط الفولاذي قال له لا والف لا يا خفاجة، احنا حائط فولاذي من حديد من نار من اسمنت، قول زي ما تقول بس الكوره مش هتعدي. جلال العقده الثاني واليساريه طبعا عاوز يعدي من الجانب الايسر، عدى جلال واداها البنا بالاستمرار ولكن توصل لحسام فتحي بيشير لعيبه كده، ولكن حكمنا محمود البنا طبعا ثقه لا تنتهي مفيش كلام، حكم على اعلى مستوى ودولي كبير جدا. شفت خفاجه وشفت الحائط البشري، بنقول خفاجه 5 اهداف، وكان اقصى فوز متتالي كان 3 مباريات لفريق طنطا. طبعا فريق كبير جدا. محمد نصري يا ولد يا لعيب، محطه هجوميه خطيره جدا يلعبها اماميه على طول داخل المنطقه، ولكن العشري وسليمان عبد ربه على طول العشر في النهايه الى رمي التماس. رمي التماس النهارده حكامنا ومراقب لجنه الحكام الكابتن سامي الطحان، مراقب لجنه مسابقات الكابتن محمد السكران، كابتن عيد احمد متخصص في الضربات الثابته بالنسبه للفريق البحراوي، فريق دمنهور احمد سالم كابتن التيم اللي عاوز يلعب الضربه الركنيه. هل تكون لقطه مضيئه للفريق الدمنهوري؟ مباراه الذهاب يلعبها على طول كما عودنا دائما على القريبه كده لاحمد سالم تاني داخل المنطقه وهوبا من اعلى نقطه، اعلى نقطه محمد شريف بالبوكس يا حبيبي يخرجها توصل للحصري، ولكن في النهايه مساعد تاني محمد العزازي بيقول حكم الدرجه الاولى بيقول رمي التماس، رمي التماس لدمنهور، والتعادل السلبي حتى الان بين الفريقين والدقيقه 23 من سيفوز من سينتصر، ام الفريقين يطلعوا يعني حبايب النهارده زي ما بنقول. على طول كره اماميه، جلال العقده عامل عقده في الجانب الايسر، ولكن على طول الى رمي التماس او ضربه حره مباشره لفريق طنطا. تعادل سلبي بين الفريقين. خراج النهارده استاذ بسيون الفيومي والاستاذ مصطفى عزام، الاستاذ رضا رمضان تصوير، ومدير التصوير الاستاذ محمد الفقي، الفنيين خالد صلاح علاء عبد الحكم وحمزه عبد الحميد، مهندسين مهندس مسعد حواس والمهندس كرم سالم، فني سعيد نجيب، وكهرباء علي محمد علي ومحمد عبد الباسط. بنشكر كل الشكر طاقم الاخراج والفنيين والمصورين اللي تعبوا النهارده بكل التاكيد في هذا اللقاء. سليمان عبد ربه يعني وهجمه جديده كده وضربه حره لصالح الفريق الطنطاوي من اعلى نقطه. سليمان على حدود المنطقه، لكن هذه المره للفريق البحراوي فريق دمنهور. اذا احمد الشحات ومحمد شريف حتى الان يعني مفيش اختبارات على كلا المرميين. كرة عالية
محمد جودة دقيقة 38 يعني ومنين ما تكون الكرة بتلاقي محمود البنا حكمنا الدولي على فكرة يعني خارج الملعب. محمود البنا مأذون شرعي، مأذون شرعي يعني قاضي ملعب ومأذون شرعي خارج الملعب، معاه ماجستير في القانون، كان طبعا حاصل على ليسانس حقوق ومعاه ماجستير في القانون، واحد الحكام الدوليين يعني في القائمة الدولية اللي شرفوا جدا جدا مع ابراهيم نور الدين. والاسماء اللي معها حكوم صاعدة برضو سامح فاروق وعوض سقفان وجهاد جريشة، اسماء كبيرة. سعد السمير على طول الكرة خطيرة جدا من اسلام، على طول تروح هناك وعلى طول هجمة خطيرة جدا يصوب ويسدد اللاعب وليد الحصري اللي راح في اليمين. وهنا محمود وجيه عبد الحكيم جه في الطرف الشمال، يعني تغيير التكتيكي داخل ارض الملعب. صفاء رجب وخالد عيد لمن تبتسم الكرة، لمن يبتسم تعول الكثير والكثير جدا. تغطية اعلامية متميزة جدا من كل القنوات، طبعا الكل يعني بيقول خلاصة في رحلة الكفاح والطموح والامل لكلا الفرق اللي عاوزة تصعد للدوري الممتاز. على طول سليمان عبد ربه حلوة يا ولد، حسين حلمي يعدي بمهارة يلعبها في الشمال على طول لحسام فتحي، يعدي بمهارة، عدى من احمد سالم مع سبق الاصرار والترصد يكمل المشوار. ولكن هو احمد صبري هو نجم الدفاع في التغطية المثالية، ستلاية الدفاع البحراوي سليمان والعشري يعني بيلقوا القبض تماما على محمد نصر المهاجم الوحيد الفريد في امام الدفاع الطنطاوي. يبدأ تاني جابر القصير المكير، خلي بالك من محمد جابر، يعني خالد عيد كده حضر التوليفة والخلطة السرية وهوبا الجهنمية، عدت الكرة الجهنمية ولكن احمد سالم يعني ياخد ضربة حرة مباشرة كده. محمود البنا في الزمان والمكان، برضو المساعد الاول احمد حسام يعني حسب الرهان كان مستني مباراة كبيرة وكبيرة جدا. لا تنسوا ان في 6 فرسان صعدوا للترقي، الاسيوطي سبورت والنصر التعدين هيلعبوا ذهاب وعودة، والفائز بمجموع اللقاءين يصعد مباشرة. حلال عليك يا سيدي. وبعدين الترسانة والشرقية الزقازيق كذلك الكلام. وهنا خلاص الكلام ايضا دمنهور وطنطا، مين يهرب مين يروح لدور الاكابر دور الشهرة والملايين. محمد بدر عامر واليسارية ومحمد نصر يعني ضربات الراس القاتلة. محمد بدر عامر كرة بالونة هوبا على طول يعيدها سعد السعيد ولكن او اسلام، ولكن في النهاية لمحمد شريف. يبدأ التاني محمد جابر، مصطفى امين يا ولد في نص الملعب، الله عليك يا سعد السعيد وهو سعيد في الكرة الماضية، يفتح على طول لوجيه اللي جاي من اليمين للشمال، على طول بيقف على كورته لمحمد بدر والعرضيه، ارجوك محمد نصر بيقول له العب لي يا عينيا، ولكن على طول في النهايه جلال العوده يطلع الكره الركنيه اللي كانت زاحفه ارضيه من جمله جميله. شفت وجيه عبد الحكيم وانطلاقه محمد بدر عامر، وعلى طول على ارض الملعب يقف محمد شريف. والقانون هنا بيقول ايه؟ بيقول شبيك لبيك حارسنا، لازم اللقاء يقف نطمئن على الحارس، نرجع للقائنا على طول من تاني. هقول برضك الاحصائيات بقى. فريق دمنهور وليد الحصري 4 اهداف، احمد صابر هدفين، محمد عبد الله هدفين، محمد نصر 5، وهل يا ترى يزيدوا النهارده؟ محمود عقل 1، كوكو هدف، وجيه عبد الحكيم 4، احمد سالم هدف، احمد حمزة هدف، اسلام زكريا هدف، محمد رجب ريعو اللي انتقل للاولمبي يعني خلاص كان احرز هدف. طبعا هابط الموسم الماضي من الدوري الممتاز فريق دمنهور، يعاني من قلة الامكانيات رغم انه نادي جماهيري كبير وبيمثل محافظة من الفرق اللي بتعتمد على ابنائها، وطعامة الفريق بعدد محدود من اللاعبين، يعتمد ايضا على عناصر خبرة مثل محمد عبد الله ووليد الحصري سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز في التغيير والتبديل. شفت بقول لك ايه؟ خالد عيد سمعني ضربه ركنيه
في تبديل وفي تغيير. نشوف احمد سالم هيقول ايه. هيقول ايه؟ قال الكلام فيها خطورة لدمنهور. خالد عيد سمع الاذاعة، سمع معلق المباراة عبود عبد ربه، قال في لاعب على الدكة اسمه احمد الشيخ رقم 17 عنده دانات كروية، لاعب مهاري جدا، ده بعبع كل اللاعبين، بعبع كل الفرق، على طول جودة. ولكن عندك محمد نصر ايضا لاعب وهوبا، لاعب دمنهور بعبع كل الفرق. هنشوف في التبديل والتغيير يا ترى على حساب خفاجة ولا حساب مين. هنشوف في التبديل كرة امامية خفاجة عنصر الخبرة، واحد من النجوم الكبار جدا، على طول في نص الملعب مصطفى امين. مصطفى امين ترجع تاني لحسين حلمي. حلمك علينا يا سيدي، بيقول العبها اماميه لمحمد جابر. جابر بيدور على الاوفر، اوفر لفتحي ولكن تعدي تمر الخفاجه، مفيش فيها رايه. خفاجه التاني على طول لجلال العودة بيسند، وعلى الناشن كان هوبا امين لحسين حلمي. حسين حلمي جرب حظه ويمرن نفسه، يسدد ويصبب ولكن فوق في السماء. جاء الكلام وجاء الحوار، يخرج كده مصطفى امين في التبديل، احمد الشيخ في النزول. شكرا مصطفى امين، احد اللاعبين الاساسيه والنجوم بكل تاكيد فريق طنطا. ينزل احمد الشيخ، خلي بالك عفريت العلبه نزل ارض الملعب، الولد احمد الشيخ اسمه عفريت العلبه. هناك محمد نصر مهاجم دمنهور ايضا مخاوي الجان، اوعى تأمن له، بيدي لكل فريق حقه. بدأ الكلام يحلو وبدأ الكلام يبقى على صفيح ساخن. حوار الشطار، احمد الشيخ على طول لمحمد جودة، يستلم في نص الملعب، توصل الكرة والثلاث دقايق وقت محتسب بدل ضايع. حكمنا الرابع عمرو عايد منطقة دمياط يرفع الراية ويقول لك 3 دقايق. هل يا ترى ال3 دقايق هيبقى فيهم بصمة ايجابية او بصمة واضحة عينيا او تفريغ لشحنات سواء لدمنهور او لطنطا؟ كورة فيها دربكة ولكن توصل الكورة تاني، بتحب هاني عادل، توصل لهاني عادل الامامية. محمد خفاجة في جو نقدر نقول، بس مش هتكلم دلوقتي، هو دوت عفريت العلبة واللمسة بعيد، توصل على طول احمد صابر يقول لك لا ده يعني مباراة والدنيا كلها بتتفرج، العب على صمام الامان او اللمسة يا عمي، اخد تماس احسن. على طول خفاجة عاوز طاقة نور يلعبها امامية، حسام فتحي جودة، فتحي اوبا بابا. ليه يا فتحي؟ ليه يا فتحي؟ ليه جمهور الغربية بيقول ليه يا فتحي؟ فرحنا انفراد تام بالمرمى، ولكن احمد الشحات عنده قفازي جادة وعنده اشارة حمراء وعنده كده كل التحدي والاصرار. يا سلام، كنت اقولها لك يا حسام يا فتحي، كنت هتبقى نجم من ذهب، ولكن يرفض الهدية. 1 2 3 يا عينيا حسام فتحي، يلا يا عم قربنا. ولكن احمد الشحات وخبرة السنين يجيب كل كشاكيله كل دفاتره ويشيل هدف كان ممكن يبقى هدف مؤكد. احمد الشيخ يستلم على طول للولد الشاي او الزابي محمد جابر. العشري يلعبها لاحمد الشيخ، يتقدم يشير بالاستمرار على طول البنع الشيخ، هوبا بدأ يسخن ماكينة التصويب والتسديد. في النهاية لضربة مرمى. صفاء رجب طبعا في حوار مع الحكم محمود البنا بيقول له يعني نلعب على الصفارة، يعني بنقدر كثيرا كل الأجهزة الفنية. صفاء رجب أو كابتن خالد عيد، 2 يعني ولا في الأحلام 2 يعني مديرين فنيين على اعلى مستوى، عملوا الكلام كله هذا الموسم، ادوا مباريات على اعلى مستوى وقالوا الكلام كله، وصلوا لمنصة التتويج اللي لسه عشان
يعني نفتح الاضواء او نقول اوكي سوبر ستار خالد عيد او صفاء رجب، فاضل على الحلو تكة. سلامات احمد الشحات الحارس الواقع على ارضية الملعب. سلامات احمد الشحات. الاعصاب كل الاعصاب النهارده سواء للبحيرة او سواء للغربية الكل بيسعى. هنا تغطية حصرية للتلفزيون المصري القناة الخامسة والقناة السادسة فضائيا. شاهد واستمتع بلقاءات الترقي. طبعا تصميم ورادة دائما من استاذ هشام رشاد نائب رئيس التلفزيون والمسؤول الاول على الرياضة في التلفزيون المصري، مع مساعد مدير برامج رياضية دكتور الاخراج دكتور خالد عبد العاطي على ذاعة مباراة الترقي من اجل عيون الجماهير. على طول ضربة حرة ولقطة كانت ممكن تبقى ذهبية لحسام فتحي في كرة ضائعة في الوقت المحتسب بدل من الضائع. وجيه عبد الحكيم تاني توصل الكرة لجابر لأحمد الشيخ اللي نزله الكابتن خالد عيد كحبة منشطة كده شاحن بطارياته، ولكن في النهاية كرة لرمي التماس تطول لصالح محمد بدر. في هذه اللحظة كابتن محمود البنا حكمنا الدولي يطلق صافرة نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي بين الفريقين. سعدت بكم كثيرا، كان معكم معلقكم الرياضي عبود عبد ربه، والى اللقاء في الشوط الثاني. لكم مني كل التحية وكل التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبائي عشاق كرة القدم بكل مكان، يسعدني أن ألتقي معكم والوصف التفصيلي والتعليق على مباراة كرة القدم، اللقاء المصيري، اللقاء المنتظر اللي بيجمع فريق طنطا الرياضي وفريق دمنهور في ذهاب يعني لقاء مباراة ذهاب الترقي لصعود للدوري الممتاز دوري الأكابر. كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. نرجع ونقول الشوط الثاني كده اكيد الكابتن خالد عيد كابتن صفاء رجب حفظ لاعبته كده على طول. نشوف وجيه عبد الحكيم يا راجل، وجيه عبد الحكيم كاد ان يفعلها ويعني يحط فريق طنطا في المقدمة، ولكن محمد شريف جود بلاي حارسنا العملاق يعني كده جمهور الغربية بيقول في الكرة الماضية تسديدة ولا احلى وانفراد ولا اروع، ولكن وجيه عبد الحكيم على طول الاشارة كانت حمراء. ايها السادة المشاهدين كده بقى على شمالنا فريق دمنهور بالزي الازرق، وعلى يمين المقصورة فريق طنطا بالزي الاصفر، وكاد ان يخطف الاضواء ويسرق الاضواء في بداية الشوط الثاني وجيه عبد الحكيم، ويبقى هو اللي قص شريط الهدف. هوبا اذا في طلقات نارية متتالية من فريق دمنهور بالزي الازرق، بيحاول يقول الكلمة وبيحاول يذبح القطة في بداية الشوط الثاني او يظهر العين الحمراء منذ بداية الشوط الثاني. خفاجة على التنفيذ وعلى الكرة، يراود الكرة عاوز يعمل عرضية ولكن توصل في النهاية لمحمود معاذ. طبعا الاخراج النهارده الاخراج وطاقم الاخراج مصطفى عزام، بسيون الفيومي، رضا رمضان، التصوير ومدير التصوير الاستاذ محمد الفقيه، والفنيين خالد صلاح، على عبد الحكم حمزه عبد الحميد، المهندسين مسعد حواس، كرم سالم، فني سعيد بخيت، كهرباء علي، محمد علي، محمد عبد الباسط. ويعني بنشكر كل الشكر القناه الستة الدلتا الفضائيه والخمسه يعني الاسكندريه على التغطيه النهارده لهذا اللقاء. نشكر التلفزيون المصري على التغطيه الحصريه لدوره الترقي. نشكر كل المهتمين بالدوري الممتاز بدايه من ملعب البلد دكتور قابل كومي يعني اللي صال وجال في كل الملاعب وغطى تغطيه على اعلى مستوى لكل مباريات الدوري الممتاز.
معانا ايضا استاذ محمد باقي والاستاذ عبد الناصر زيدان والاستاذ عزت عبد القادر والاستاذ خليل ابو العلا والاستاذ حسام محرز. كل التحيه وكل التقدير لكل المهتمين بالدوري الممتاز به، ويعني نشكر التلفزيون المصري ونرجع لحوارنا، نرجع للقاء الاكابر، لقاء الشطار ما بين الكبار الاثنين الجامدين الاثنين الحلوين طنطا ودمنهور. دمنهور بدأ الشوط الثاني والعين الحمراء كان محمود عبد الوجيه او وجيه عبد الحكيم هيقول كلمته، ولكن في النهايه الكره يعني ضاعت لتألق رسمي كده للنجم على طول الحارس محمد شريف. دمنهور على طول احمد سالم عملت بلد كده، ولكن محمد شريف استر يا ستار. بالنسبة كده للجمهور الغرباوي والجمهور البحراوي بيقول يا رب مدد في هذه اللقطات وهذه الفرص. هنشوف المدد هيكون لصالح مين النهارده، وهيكون النهارده هنغني اغنيه او نقول لمين المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. يا ترى يا هل ترى هنقولها لمين النهارده؟ احمد سالم عرضيه وركنيه. دمنهور بادئ احلى بدايه في بدايه الشوط الثاني، وطاقم التحكيم محمود البنا، حكمنا الدولي مساعد اول احمد حسين، مساعد ثاني محمد عزازي، حكم الرابع عمرو عايد. حتى الان في اداء تحكيم على اعلى مستوى. الضربه الركنيه وطوفان بحراوي على طول ترجع تاني على طول لبدر عامر، يظبط على الناشنكان هوبا يا نصر، وعلى طول محمد شريف. محمد نصر وشريف الضربة ركنية. حصار بحراوي للفريق الطنطاوي في اللقطات السابقة. هنشوف يا ترى يا هل ترى هل هذا الضغط يولد انفجار بالنسبة للفريق البحراوي فريق دمنهور، ولا ايه؟ عاوزين كلام على ميه بيضاء في الشوط الثاني. الكرة تقول لمين؟ شبيك لبيك انا ملكك تحت رجليك يا ترى. دمنهور والضربة ركنية. احمد سالم المتعاقد الرسمي للضربات الثابتة على طول. سالم عالية وشريف يوبا قبل محمد نصر. لا 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 لا، صراع بحراوي مفيش كلام من اليمين للشمال. دمنهور تسيطر على بداية الشوط الثاني بكل تأكيد، فيش كلام. كلا الفريقين يعني بيمني النفس كده يعني بالصعود او تحقيق نتيجة ايجابية في الشوط الثاني. على طول خفاجة رجل يعني من رجال المباراة لو تحرك يلعبها الشيخ على طول. الشيخ عاوز يعمل عرضية حلوة، عرضية حلوة مش معدية. احمد سالم يا عينيا فداك روحي وعقلي يا بحراوي. دمنهور بيتكلم في الكرة السابقة على طول الكرة العرضية يعني يا محمد جابر يعدي محمد جابر على طول جلال عقد عرضية، ولكن احمد سالم في التغطية المثالية الى ضربة ركنية. ده الظاهر انه هيبقى شوط تاني يعني مطلع كده وقارئة الفنجان تقول هيبقى شوط تاني من نار من شرار لكلا الفريقين. خالد عيد يعني نفسه ينزل يلعب في الكرة الركنية دي مكانها يدافع على اعلى مستوى. النجم خالد عيد على طول الشيخ هوبا وتوصل في النهاية وتطلع الى ضربة ركنية لصالح الفريق الطنطاوي. كان بدأ دمنهور في الشوط الثاني ببغتة هجومية وكاد ان يفعلها وجيه عبد الحكيم في ان يتقدم، ولكن على طول الى ضربة ركنية على طول هوبا خفاجة، ولكن كل التغطية لسعد السعيد. تاني توصل لمعاذ الولد اليساري. الهجمة على طول توصل لسعد السعيد منتهى الخطورة، عاوز يلعبها لمحمد نصر، ولكن على طول اللاعب محمد نصر على طول توصل الكرة. احمد شيخ هي عفريت العلبة بيحاول، ولكن في النهاية الى
ضربة او على طول تطلع الكرة، كرة هنا وكرة هنا. حكمنا النهارده حكم محمود البنا، مفيش كلام، بكاميراته السحرية. الحكم الدولي 34 سنة اللي لعب كرة قدم لشباب إلين وبيا لو كفر الشيخ، منطقة كفر الشيخ، دولي من 2014. شوف خفاجة يقول ايه، وعاوز يعمل البنية والتسديدة ولكن غابة من الثقال. محمد نصر يتقدم، ما يعني قيمة هجومية رهيبة جدا، يغير الملعب يا ولد اللعيب. اسلام زيكو زكريا يستلم على طول على المغمض لاحمد سالم المنطلق، ينطلق من الجانب الايمن على طول لاسلام زكريا حلوة قوي، حلوة هنا على طول الحصري في النهاية الى رمي التماس. تغيير تاني، رقم 9 احمد ابو زيادة، ده هداف الفريق يا جماعة، على حساب محمد جودة. يرجع التغيير تاني، هنشوف تبديله. تغيير احمد ابو زيادة، جهاز الفني هنقوله يعني في اقرب فرصة. مباراة سريعة، هاني عادل عرضية على طول، ولكن الكرة تصل في النهاية في نص ملعب المباراة. محمد جابر احد نجوم اللقاء، واحد من النجوم الكبار جدا النهارده، قصير القامة ولكن كبير المقام في ارضية الملعب. محمد جابر جهاز فني لفريق، ده الجهاز الفني والاداري لفريق دمنهور. نرجع لخفاجة اللي بيعول عليك كثيرا جدا جمهور الغربية النهارده، على طول في اليسارية، على طول عاوز يعملها في انطلاقه كده لاحمد الشيخ، ولكن في النهايه الضربه ركنيه لصالح طنطا اللي بيلعب مباراه الذهاب النهارده على ملعبه وسط جماهيره. ينتظر بقى المباراه القادمه الخميس القادم، مباراه العوده في الترقي. خفاجه كده وكأنه عاوز يتكلم مع الكوره، ولا مش احنا متفقين امبارح اللي انت تديني النهارده كل الاماني على طول اوبا، ولكن تصل الكره في النهايه للهجمه المرتده. معاذ على طول يغير الملعب لمحمد نصر في النهايه العشر التيم نجم التغطيه المثاليه. يطلع على طول، طالع حسام فتحي نازل اللاعب على طول رقم 9 احمد ابو زياده اللي بيعتلي قائمه الهدافين ب6 اهداف طبعا في جدول هدافين فريق طنطا. احمد ابو زياده، او نقول له لو جاب هدف هنقول له سكر زياده. على طول كده احمد الشيخ يلعب على طول على المغمض، او من غير ما تعرف على طول يلعبها الخفاجه، ولكن على طول لبدر عامر توصل في نص الملعب او اماميه لمحمد نصر، اللاعب اللي عنده يعني محطه هجوميه مهمه جدا. كره اماميه توصل لمحمد جودة لعبها بدون عنوان لابو زيادة، سكر زيادة، ولكن على طول البنا. والحكم الثاني اروح له بسرعة، محمد عزازي منطقة القاهرة، حكم الدرجة الاولى اللي حكم هذا الموسم 5 لقاءات في الدوري الممتاز. الاتحاد والاهلي، انبي وسموحة، المقصة وسموحة، محلة والمقاولين، سموحة والانتاج. احمد صابر بعد خلع القناع يلعب كرة امامية عالية على طول لمحمد نصر، ويوبا يا ولد محوجيه عبد الحكيم اللي ضيع فرصة عمره، كان هيبقى النجم رقم 1 وربما البحراوية كانوا يعملوا له تمثال، مفيش كلام، اخلاق الفرسان. شكرا محمد جابر النجم الجميل في هذه اللقطة الجميلة. بنقول يعني في تبديل ثالث واخير، وحيد محسن مكان يعني محمد جودة. وحيد محسن رقم 6، كان منافسين طنطا في المجموعة الخامسة طبعا بكل تأكيد، كان بيلعب يعني منافسة مع فريق طنطا المنصورة وبلدية المحلة وصيد المحلة، ولكن قدر يوصل طنطا في النهاية كفرس صراعا للمجموعة الخامسة. حجاوي وجون، ولكن يا ولد بينية جميلة جدا من محمد كده، عرضية من الحصري، ولكن حجاوي ومحمد شريف. حجاوي الثاني يبدأ من عند احمد سالم
على طول لسعد السعيد. سعد السعيد مجهود موسم كامل، عرضية ولكن في النهاية في الدفاعية. يا ولد يا لعيب كده العاشري او سليمان عبد ربه. سليمان عبد ربه ومعلقكم عبود عبد ربه، تشابه اسماء. وعلى طول وحيد محسن يلعب احمد الشيخ في نص الملعب لحسين حلمي، يعني طاقة في نص الملعب ايضا يلعبها في الشمال لوحيد محسن اللي لسه نازل. لسه كده بنقول اللياقة البدنية هل تسعفه في هذه اللقطة، لكن محمود البنا حكمنا الدولي يدي يعني تماس لصالح فريق دمنهور اللي بيحاول كده خروج باحسن نتيجة ايجابية بالنسبة لفريق دمنهور، اللي طبعا مباراة العودة هتكون على استاد دمنهور بكل تأكيد. كده حسين حلمي الثاني يفتح الملعب هناك في اليمين اقصى اليمين، خفاجة على كده يلعبها حلوة هاني عادل، عرضية عدت تاكل حتة من العرضة ولكن توصل اعصاب كل الاعصاب خالد عيد وصفاء رجب. جهاز الفني والاداري طبعا لدمنهور، مدير فني صفاء رجب، مدرب عام خميس بركات، ومدرب عزمي الطويلة مدرب انور نصار، مدرب حراس علي المهدي، طبيب امير موفق، مدير اداري سيد الاسكندراني، شؤون لاعبين صابر المحلاوي، اداري محمد عبد الستار، حفظ الالقاب للجميع كباتننا الكبار. على طول محمد بدر عامر في نص الملعب، سعد السعيد يلعبها في اليمين، احمد سالم اماميه لاسلام زكريا ولكن يقطع جلال العقده. تاني ابو زياده، احمد ابو زياده تاني، خلاص الوسائل المساعده خلصها كابتن خالد عيد من على دكه البدلاء الذهبيه سواء هنا او هناك في دمنهور. على طول ايضا لسه تغييرين على طول لصفاء رجب اللي عمل تغيير اضطراري بنزول الحجاوي مكان وجيه عبد الحكيم. حتى الان التعادل سلبي والدقيقه 25 فيش اي زياره ولا في اي اهداف سواء في مرمى احمد الشحات او محمد شريف حتى الان. مين يقص شريط الهدف يا ترى؟ كرة على طول امامية لصالح فريق دمنهور، يلعب كرة امامية محمد بدر عامر، محمد بدر للحصري معاذ على طول في نص الملعب، اسلام زكريا يضغط زيادة يخلص على طول احمد صابر واحد من النجوم يعني مدافع على اعلى مستوى في الكرة الماضية، طبعا نجم كبير جدا. على طول احمد سالم يقطع ابو زيادة او وحيد محسن كرة وحيد محسن ولكن كابتن محمود البنا. احمد صابر ضربة حرة لصالح فريق دقيقة 26 من الشوط الثاني، يلعب كرة امامية محمد نصر، هل الحجاوي ولكن هاني عادل في التغطية. على طول محمد جابر تطول الكرة وتطلع رمية تماس محمد بدر عامر يسارية عاوز يعمل عرضية ولكن توصل معاذ القادم اليسارية ولكن امامية من محمد جابر، على طول امامية من خفاجة على المغمض على طول زيادة ولكن يا ولد النجم كده احمد صابر مدافع دمنهور يعني اللي خاض يعني فترة كده مع طلائع الجيش، كان هيتسجل في طلائع الجيش هذا الموسم
كان لعب للاولمبي، ولكن قبل القيد تم انتقاله لنادي دمنهور، وكان لعب لنادي الاولمبي. هنشوف الكوره والتغييره، تغييره ملعب وهو عبا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، احمد الشيخ يا جماعه، عفريت العلبه، عفريت العلبه احمد الشيخ يقول احلى كلام في الدنيا في الدقيقه 28. طب ارجع يا مخرجنا بالكاميرا. تغييره ملعب وهو عبا. سلام عبا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انا حسب الرهان موجود، وهدف جميل جدا، عرضيه حلوه معديه، واحمد الشيخ يا عينيا يقول الكلام كله. هدف ماركت، انظر ولا تتحرك يا احمد يا شحات. لقطة ايجابية مضيئة 100%. حسين حلمي يا عينيا، عرضية معدية، واحمد الشيخ تعال اما اقولك، تعالي اقولك معايا كلمة وحوار ممتع، ارجوك يروح عشان جماهير الغربية. راحت الكرة، راحت، تقدم طنطا، ونرجع تاني للكلام والدمنهور. الله عليك، تسلم راسك ورجليك، تسلم راسك الشيخ ورجليك حسين حلمي. يا سلام يا سلام يا سلام. احمد الشيخ في المقدمة، الدقيقة 28 من الشوط الثاني، وهدف ولا في الاحلام. كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. اذا على دمنهور التقدم للامام ثم للامام، ويتدرب او يشوف حجاوي ويقول له احوالك ايه يا محمد يا نصر، اخبارك ايه، على طول نشوف الكوره دي. سعد السعيد ياخد رمي التماس فريق طنطا. خالد عيد يمني النفس، اللاعب المونديالي، كان مع منتخبنا الوطني المصري ضمن التشكيله اللي راحت ايطاليا 90. خلي بالك. ومن طنطا ايضا لاعبنا الكبير ونجمنا الكبير الكابتن احمد شوبير طبعا، وكان حصل على مع المنتخب الوطني المصري نجم دمنهور الكبير جدا، نجم الزمالك ومنتخب مصر، وابن دمنهور مفيش كلام، كابتن حسن شحاتة المعلم، اللي خد 3 بطولات افريقيه مع منتخبنا الوطني، واداء اكثر من رائع في بطوله القارات بجنوب افريقيا. يحلو الكلام ونهايه الحوار. مين يقدر على مين؟ قدر كده طنطا على دمنهور حتى الان. هل يعلي النتيجه ويضيف اهداف اخرى، ولا فريق دمنهور يرجع لاجواء اللقاء؟ كل شيء جايز يا حبيبي في عالم كرة القدم. العب وانت كبير لاخر اللحظات. هدف وحيد لا يسمن ولا يغني، وايضا فريق دمنهور ممكن، اكيد ممكن يعوض. هنشوف يا ترى محمد جابر يلعبها لخفاجي، خفاجي للولد الزابي، احمد الشيخ يدور على خفاجي لهاني عادل، مثلث القوى المتوازنه، هاني عادل الشيخ ومحمد جابر الداهيه، داهيه كبيره جدا في يعني نجم كبير جدا. محمد نصر فين؟ ما تقول كلامك يا محمد. هداف من هدافين دمنهور ايضا. توصل كرة لمعاذ اليساريه، 1-2 يا ولد يا لعيب، ولكن على طول العشري محمد العشري، والتغطيه المثاليه دائما نجم من دهب، او احمد صابر واحمد ناصف، 2 في تغطيه مثاليه هنا او هنا. ولكن صفاء راجب خلاص نفسه ينزل الملعب، فعلا نزل الملعب. خالد عيد عاوز يجري بسرعه ينزل الملعب. 1-0 مباراه ساخنه جدا. محمود البنا حكمنا، فريقين على اعلى مستوى. سليمان عبد ربه العشري واحد يعني من المدافعين الجامدين جدا مع سليمان عبد ربه.
حدث ولا حرج. ايضا احمد ناصف واحمد صابر في الدفاعيه بالنسبه لفريق دمنهور. 2 ولا في الاحلام. حسين حلمي نجم خط الوسط يوزع للمكوك الذهبي محمد جابر. اماميه على طول احمد الشيخ عفريت العلبه، مستر عفريت العلبه على طول. الشيخ يتقدم لوليد محسن من الجانب الايسر، على طول عرضيه من جلال العقده، ولكن الكرة راحة لمحمد بدر عامر طوعية. ولكن فريق طنطا بالطول والعرض بالمربعات والمثلثات كمان بشبه المنحرفات يسيطر في هذه الاجواء وهذه اللحظات على اجواء المباراة، ويتقدم للامام ثم للامام بطلقات نارية صاروخية. وحيد محسن على طول لخفاجة عينيا، خفاجة على طول لمحمد جابر. يا سلام عليك ولد، يلعبها حلوة جلال العقدة. اوبا يا راجل، لو سابها لزيادة وحيد محسن في الكرة الماضية، لو سابها لزيادة هاني عادل. وهناك ولد نجم كبير اسمه احمد صابر في الدفاعية. كرة مرتدة، مباراة فوق صفيح ساخن، مباراة معلقة، وشد هنا للاعب دمنهور. شوف الاخلاق، هاني عادل يطلع الكرة في النهاية الى رمي التماس. كل تأكيد لقاء ساخن، لقاء مثير، لقاء حماسي النهارده. طنطا وايضا دمنهور زيارة وحيدة وهدف وحيد. كان الولد احمد الشيخ اللي اتكلمنا عنه قبل ما ينزل، قلنا يعني عمود خيمة فريق طنطا، ورد عليا قال لي انا فعلا من الاعمدة الرئيسية. سلامات كل لاعبين. لاعب وليد الحوصري على ارضية الملعب نتمنى له السلامة. رقم 14 محمد عبد الله، الاهلي والاسماعيلي منتخب مصر. محمد عبد الله الخبرة الكبيرة، لأدى مع النادي الاهلي، وصل افريقيا. فاكرين تريكا الكرة المصرية الكنز الكبير لما سدد بيسراه وقال لي كرة روحي على يمين حارس مرمى صفاقسي التونسي. استطاع الاهلي الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدوري. محمد عبد الله في تغيير احد اعمدة رئيسية عمرو عايد، طبعا حكمنا الرابع النهارده درجة اولى 31 سنة، محامي، لعب لدمياط. وعلى طول زيادة سكر، زيادة سكر شربات، طلعت الكرة. لعب 5 ماتشات عمرو عايد هذا الموسم، داخلية والمحلة، دجلة والجيش، المحلة وسموحة، مقصة وحرس الحدود، انبي واسوان. يا ترى يا ترى الدقيقة 36 دمنهور وطنطا، ممثل الغربية وممثل البحيرة. يعني ارجو من اتحاد الكرة، من وزارة الداخلية، رجوع بقى الجماهير مرة اخرى للملاعب كرة القدم. بص لو الكاميرا جابت لك على يعني على اسطح المنازل المجاورة وعشق الجماهير لكرة القدم، بيجيبوا يعني من كل مكان كل الجماهير لقطة والله لكل مسؤولينا. يعني ان شاء الله تفرج، وان شاء الله عودا حميدا للجماهير المصرية مرة اخرى للملاعب المصرية. احمد الشيخ النجم النهاردة يلعبها وحيد محسن، ولكن في النهاية رمي التماس. في دموع بجوار هنا في المقصورة، دموع سواء من دمنهور او من طنطا، في دموع فرح ودموع حزن، كلها اماني وطموحات. لسه دمنهور عندك مباراة في العودة، ولسه عندك يعني من الوقت، احنا لسه في الدقيقة 37 محمد جابر، ولسه يا طنطا. يا سلام عليك يا جابر، 7 يعني مسك كده الخلفية، نتمنى له السلامة. خفاجة واحد من الاعمدة الرئيسية، عمود خيمة على فكرة الولد، كابتن التيم، يدور على الفتى الشقي ولكن تطر. سعد السعيد احد نجوم اللقاء، خلي بالك محمد نصر. يا سلام، محمد العشر وسليمان عبد ربه يا جماعة فاتحين الكتب النهاردة، كتب كيف تكون مدافع على اعلى مستوى، يدرسوا في الدفاعية المخلصة. كمان احمد صبري واحمد نصر في الجهة التانية
محمد عبد الله نازل في وقت متاخر جدا، عنصر خبره كان ممكن يتدافع بيه من بدري. سلامات كل لاعبين، سلامات محمد جابر وحارسنا محمد شريف، الف مليون سلامه كده. يعني بكل تاكيد في تبديل ثالث، عمار شرف الدين الناشئ بصفوف دمنهور بيستعد، احد الوسائل مساعد على طول محمد شريف من على نقطه الستة يرضى اليف بيه كده، خلاص حفظناها وكل الجمهور حفظها كده، ملكا لمحمد شريف اللي بيقعد على ارض الملعب. طبعا القانون بنقول ونزيد ونعيد معروفه خلاص لكل الناس، لازم اللقاء يقف للاطمئنان على لاعبنا او حارسنا محمد شريف. صلنا للدقيقه 39، هل يا ترى يستطيع كابتن خالد عيد الصعود بطنطا للدوري الممتاز بعد يعني، ولا كابتن صفاء رجب يستطيع الصعود بفريق دمنهور الى الدوري الممتاز؟ بكل تأكيد دلوقتي على طول يعني فريق طنطا ده اكنه الشوط الاول بالنسبه دي مباراه الذهاب، يعني مباراه العوده لسه هناك في دمنهور. البنا الحكم الدولي يدي ضربه حره لاحمد صابر. محمد عبد الله يلعب كرة اماميه لمعاذ، ولكن مع بدر عامر. معاذ تاني واحد من لاعيبه الممتازين، بدر عامر. محمد عبد الله واحد من نجوم، عاوز يعمل 1-2 مع محمد نصر، ولكن على طول محمد العاشري ياخد رمي التماس بذكاء في الكرة الماضية. على طول رمي تماس محمد خفاجة يلعب على طول امامية، ترجع الكرة الثاني للفريق البحراوي. عمار شرف الدين شريف الدين من قادة او من ناشئين فريق دمنهور، كرة توصل تاني احمد ناصف امامية، اعلى نقطة سليمان عبد ربه، خلصها وحيد محسن، ترجع تاني احمد سالم، فيها الخطورة، توصل هناك لمحمود عامر، محمود بدر عامر، عاوز يعمل الاوفر، عدت الكرة وتمر الى ضربة مرمى. تحية كبيرة جدا، يعني التلفزيون المصري استطاع نقل مباراة دورة الترقي على طول كده مكتوب على الجبين، لازم كده تشوف العين. حتى الان دمنهور في وضع الاحراج، خلطة سرية وخطة جهنمية كانت لصالح الكابتن خالد عيد. بكل تأكيد استطاع احمد الشيخ في دقيقة 28 يقول الكلام كله. على طول الكرة لمحمد عبد الله، الكرة من تاني محمد جابر، كرة حائرة في نص الملعب. معاذ احد نجوم اللقاء النهارده، محمود معاذ بكل تأكيد النهارده. العاشري تطلع كرة، كل الاماني ممكنة بالنسبة لدمنهور او بالنسبة لطنطا، بطل المجموعة الخامسة وبطل المجموعة السادسة، عاوزين فارس واحد من الفارسين اللي على ارض الملعب. لسه في لقاء عودة الخميس القادم، يلعبها حلوة جدا، على طول الكرة توصل لعمار، عمار اللي لسه نازل يلعبها على طول سعد السعيد، وهوبا محمد نصر يسدد، ولكن بعيدة من محمد نصر كده الكرة تتهادى وتوصل للحارس محمد شريف. دقيقة 43 من شوط تاني، كرة امامية لمحمد جابر، امامية جابر توصل للاعب احمد ناصف، امامية عادل هاني. امور بدأ كده تهدأ في هدوء في اداء فريق طنطا، في طبعا كده متحفز فريق دمنهور للتقدم.
للامام، لقاء الصحاب والتحدي والاثاره بين الكبار جدا. يا سلام يا سلام، العشر وسليمان عبد رب النهارده يعني على اعلى مستوى في الاداء، وحسين حلم على ارضيه الملعب. سلامات، خلاص التبديلات انتهت وخلصت. صفاء رجب بيتكلم مع الكابتن البنا، قول له التوقيت، بيقول له ما تقلقش. كابتن الدولي محمود البنا، هدف ولا في الاحلام. احمد الشيخ قال الكلام كله، وقال حلو الكلام من عرضيه كانت ولا اجمل من حسين حلمي، راحت على الراس الذهبيه لاحمد الشيخ. كابتن محمود البنا يطالب كده يعني بخروج اللاعب حسين حلمي لبره علشان العلاج. والالعاب دمنهور وطنطا والهدافين دوري الاسم الثاني عامة. احمد الصعيدي مهاجم النصر ب 15 هدف، ده في المجموعة الثالثة. اسلام جمارك فاركو 11 هدف. علاء شعبان مركز شباب طامية 11 هدف. يسري عبد الدايم غرب سويل 11 هدف. رضا الويش دمياط 11 هدف. يوسف جمال بني سويف 11 هدف. وطبعا هداف بنقول المجموعة الخامسة او من الهدافين المجموعة الخامسة النجم احمد حجاج 10 اهداف. محمد شاهين 10 اهداف. احمد حجاج نجم صيد المحلة. محمد شاهين مهاجم المنصورة. محمد عبد الحميد ميدو 9 اهداف. هداف المجموعة السادسة اسلام جمارك 11 هدف. على طول كرة عرضية، دمنهور بيحاول تاني. عمار بيحاول يعمل العرضية. وصلنا للدقيقة الأخيرة ولكن لسه وقت محتسب بدل ضائع يمتلك وحيدا حكم اللقاء الكابتن محمود البنا. على طول محمد عبد الله يتقدم، بيحاول عمار بيتقدم، ولكن في النهاية كرة تطلع إلى ضربة حرة لصالح جلال العقدة. كده خالد عيد النهارده هو خالد جوه اذهان الكرة جماهير الكرة المصرية، واكيد النهارده ويعني بيزيد بزيادة حب لخالد عيد، طبعا نجم غزل المحلة ومنتخبنا الوطني المصري والمدير الفني النهارده الغزل لفريق طنطا. 5 دقايق وقت محتسب بدل ضائع. 5 دقايق من نار، 5 دقايق من شرار بكل تأكيد. مع طنطا ومع دمنهور مش هتقدر تغمض عينيك بكل تأكيد في مباراة مثيرة فيها هدف وحيد. هل يعني ينتهي اللقاء بهذه النتيجة ولا هيكون لدمنهور رأي آخر يقلب الترابيزة على الكل؟ كل شيء متاح في عالم كرة القدم. الشيخ يستلم وعلى طول احمد صابر، صمام امان واحمد نصف. على طول احمد نصف رجع الكابتن محمود البنا. لقاء كده كبير جدا، يعني خليكوا شاهدين هلت ليالي القمر لاحمد الشيخ النهارده. ليكوا شاهدين احمد الشيخ حط يا ولد، ولكن ترتد تاني لعادل لهاني عادل لففاجأ اللي كان له تقل كبير جدا النهارده في كل الكرات المرسله للامام. هوبا على طول عمار يخطف الكرة يتقدم، ولكن هو في نص الملعب على طول جلال العقدة، ولكن الكرة في النهاية رمي التماس لصالح فريق طنطا. يا ترى جلال العقدة من الجانب الايسر النهارده، يعني جلال العقدة يلعب على طول امامية توصل لمحمد جابر يغير الملعب كده على المغمض على طول لهاني عادل، واحد من اللي ماجا واليساريه الذهبيه. يا ولد ده بمهاره عاوز يختم ختام المباراه بكره حلوه، ولكن توصل للكره لمحمد عبد الله، ولكن وحيد محسن على طول للشيخ لزياده سكر زياده احمد هداف فريق طنطا، ولكن في النهايه الكره تبتسم لاحمد ابو زياده. ضربه حره. كل الجماهير يعني الجماهير العاشقه كرة القدم نتمنى قرار جريء وعودة جماهير مرة أخرى لملاعبنا المصرية، وأكيد جماهير استوعبت يعني إن شاء الله هنكون على الطريق الصحيح في التشجيع، لأن
كرة القدم بدون جماهير يعني زي السمك بدون ميه. على طول محمد نصر يتقدم، ولكن هناك العشري والتغطية المثالية يا ولد، ولكن ممكن يلعب بالنار مع محمد نصر. سليمان محمد العشري ينجح في الكرة الماضية، توصل الكرة الثاني في نص الملعب. حسين حلمي بيدور على القائد النجم خفاجة او فيجو الغربية، توصل لحسين حلمي على طول. احمد الشيخ يمرر لوحيد محسن، وحيد للشيخ تاني اللي يا ولد محمد جابر. 1 2 3 4 يستحق تحية الجمهور اللي حاضر. احمد شيخ يشوط ويصوب، ولكن غاب من السكان في الدفاعية من احمد ناصر في الكرة الماضية. على طول انا عادل عرضية يا ولد احمد صابر. بصوا على الاربعة المدافعين النهارده يا جماعة واتعلموا التغطية المثالية، لاعبين على اعلى مستوى. احمد صابر واحمد ناصف في دمنهور، هناك محمد العشري وسليمان عبد ربه. سلامات احمد ناصف في الكرة الماضية، سلامات كل لاعبينا. هيبقى لسه في لقاء العودة هيكون هناك في دمنهور، استاد دمنهور الرياضي. ده لقاء الذهاب الاول دمنهور وطنطا. استطاع اللي واقع على ارض الملعب محمد بدر عامر. سلامات محمد بدر، الف سلامة. هدف وزيارة وحيدة كانت سارة لنجوم فريق طنطا. استطاع النجم طبعا على 28 من الشوط الثاني. تحية لكل الفرق الصاعدة اللي طبعا للترقي او للمباريات الفاصلة. اسيوطي، نصر للتعدين، وجه لوجه يطلع بطل من الصعيد. وطبعا الشرقية الزقازيق وايضا معاهم الترسانة يصعد فريق طنطا ودمنهور. الفائز في مجموع اللقاءين يطلع فريق مباشرة، يعني 3 بطاقات ذهبية بنبحث عنهم للصعود لدورة او للدوري الممتاز. هنرجع مرة تانية لقائنا. كابتن محمود البنا على طول يستأنف المباراة، على طول يلعبها. كرة توصل لمحمد شريف اللي بيسيبها تطلع رمي التماس. طبعا محمد ناصر بيجري عليها، عشان كده خلاص احنا في الامتار الاخيرة او في اللحظات الاخيرة. محمد شريف وحكمنا هو محمود البنا. المقاتل الوحيد صفارة صفر انذار اصفر، انذار محمد شريف. يعني محمود البنا يعني قال كده ان محمد شريف بيضيع وقت في الكرة الماضية. غربية طبعا في احلى واجمل صورة النهارده وفرحة كبيرة. دمنهور لسه عندهم لقاء تاني ممكن يعوضوا فيه. يا ترى هنشوف احمد ابو زيادة، ولكن احمد صابر يعني قاطع المية والنور في الكرة الماضية. واحد من نجوم اللقاء على طول على اعلى نقطة الكرة تطلع رمي التماس. صفارة محمود البنا في ذهاب دورة الترقي. مبروك طنطا الفوز والانتصار، والانتصار على دمنهور بهدف للنجم احمد الشيخ. سعدت بكم كثيرا، وكان معكم معلقكم الرياضة عبود عبد ربه، والى اللقاء في مباريات اخرى. لكم مني كل التحية وكل التقدير لنجومنا القناة 6 والقناة 5 وطاقم الاخراج مصطفى رمضان، محمد الفقي، خالد صلاح، علاء عبد الحكم، حمزه عبد الحميد، مهندسين مسعد حواس، كرم سالم، فني سعيد بخيت كهرباء، علي محمد عبد الباسط. مبروك طنطا. كان معكم معلقكم الرياضي عبود عبد ربه، والسلام عليكم ورحمه الله